النهارده بقى يا جماعة عملت كرشة بطريقة حلوة جدا سهلة وبسيطة، والوصفة حلوة جدا. عملت فراخ رز أبيض. لما تيجي نشوف احنا عملناها ازاي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. انا النهاردة عندي كرش، تمام، وعندي كرشة من الحلوة ديت اللي هي ايه، عاملة زي الغربال دي، بيقولوا عليها عندنا كده. ودي طبعا هي كانت جايالي بس مش متنضفه. انا قعدت انضف فيها انا واختي. بصراحه انا ما بعرفش قوي ان انا انضف الكرش صراحه، يعني مش هكذب عليكم، بس المنبار والحاجات التانية متاحه فيها زي القشط زيكم كده. المهم اختي اجت وعملتها كده لحد ما خلتها حلوه قوي، وغسلتها بقى بملح وليمون ودقيق وخل، وسبتها نص ساعه بالظبط. وبعدين بقى تعالوا نشوف احنا هنعمل فيها ايه. جبت حله وحطيتها على البوتاجاز، وهاخد بقى من الكرشه بتاعتي كده، وتكون الحله سخنه شايفين، وهعصر كده وانزل، هعصر وانزل. لازم صوت الطشطشه ده يا جماعه معروف اهو. هعملها بطريقه بسيطه وسهله. وهعمل فراخ رز، يعني ايه ممكن تعدي يوم برضو، عشان اللي مش عنده امكانيات في منبار وفي الحاجات التانية، لا كرشه وبس اهو. هتعملي عليها ايه يا نجوى؟ هعمل بصلايه كبيره كده حلوه، وهقطعها كده، والبصلايه بتاعتي ولا هتكون ناعمه ولا هتكون خشنه اهو. هشوح فيها بقى الكرشه بتاعتي لحديت ما تتشوح كده وتبقى تمام، مش يبقى فيها ميه خالص. عندي البهارات بتاعتي: معلقه صغيره كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره ناشفه، معلقه بابريكا. بسم الله. وهنزل بالحاجات دي كلها كده عليها. 2 ورق راولة، 3 كده 4 من الحبهان، ما هي لحمة يا جماعة. هبشر شوية من غصة الطيب اهو، ومش هكتر عشان ما تمررش معايا. ومش هحط عليها اي حاجة بقى خالص الا لما المية بتاعتها تنشف. هقلب وخلاص، تمام. بسم الله. قلبها بقى كلها في بعضها كده، ما تحطيش ملح دلوقتي خالص. صلوا على النبي بقى عليها افضل الصلاة والسلام. شايفين بقى يا جماعة الكرشة بتاعتي؟ بسم الله ما شاء الله عليها. خلاص كده نشفت من المية. عملت لها عصير الطماطم بتاعتها ومجهزاها. معايا نص كيلو من عصير الطماطم اهو. وهنزل بقى كده عليها. هسيبها برضو ايه تتسبك حلو قوي في عصير الطماطم. يعني عصير الطماطم يتسبك حلو مع الكرش. لما قلت لكم لحمه، طبعا دي جزء من اللحم. معايا بقى نص معلقه كده كربونات عشان تستوي معانا بسرعه، نص معلقه صغيره. نغطي عليها ونسيبها بقى. الكرشه بتاعتي استوت كده، يعني ايه خلاص كده، مش عادت محتاجه يعني سوا كتير بصراحه. نص معلقه الكربوناتو شايفين اهي، اهي يعني مستويه اهي. عايزه ايه؟ عايزه حاجات بسيطه بالظبط، يعني ايه، هنقول 10 دقايق كده، ربع ساعه. معايا معلقه كده وشويه صغيرين من الملح صغير، وهنزل بكوبايتين برضو ميه مغليه اهو. زي ما انتوا بتبقوا عارفين، اما انا عملتها قبل كده بحبها بالشوربه، بحب اضيف عليها ميه عشان تبقى ايه زي الشوربه كده يا جماعه. الكرشه بتاعتي بقى كده يا جماعه استوت وبقت تمام، وهغرفها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنغرفها بقى في الاطباق بتاعتنا. عملت بقى الكرشه بتاعتي بسم الله ما شاء الله عليها. عايزه بس اوريكم حته شايفين يعني بتتقطع اهي بكل سهوله. يبقى هي كده استوت. هي سخنه شويه، لطعت ايديا معلش يعني. وعملت فراخها بقى الرز الابيض، وعملتها كده من الالف للياء. الكرشه بتاعتي فيديو سريع وسهل وبسيط، بس اكله حلوه. هي ممكن تكون متعبه في التنظيف، في الغسيل، في الحاجات بتاعتها،
بس فعلا طعمها حلو جدا وانا بحبها، واللي بحبها يبعت لي في التعليقات يقول لي انا بحب الكرشه يا نجم. وادي الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.